السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال وراحة بال، اللهم امين يا رب العالمين. تعالوا بقى بصوا كده. طبعا الفيديو انا بادئه كده من اوله، يعني شغل كده، وقلت ايه تاخدوا معايا جرعة نشاط. بصراحة قلت افتح الكاميرا كده النهاردة واصور معاكم. عايزة اقول لكم انا بدأت بالغسيل، قلت قبل ما ادخل المطبخ، لان حرفيا عارفة ان انا لو دخلت المطبخ هياخد مني طاقتي كلها، ومش هقدر بقى اللي هو ايه، يعني حتى لو خرجت للشقة او للغسيل مش هيبقى عندي برضو الطاقة الجامدة. انما لما اخلص الشقة واخش بعد كده للمطبخ، عارفة ان انا ايه، يعني خلاص بقى اللي هو خلاص الشقة راقت والدنيا تمام معايا ونضيفة بره، فزي الفل كده. فحاولي كده ايه، نظمي دنيتك ووقتك وشغلك بحيث ان انت تنجزي من غير ما تتعبي ومن غير ما طاقتك تخلص، مع ان احنا عارفين كلنا ان المطبخ بيخلص طاقتنا كلنا. فربنا يا رب يدينا الصحة جميعا ويعيننا جميعا على كل امور بيتنا، ويديم علينا يا رب الستر والصحة وراحة البال، ويملى بيوتنا جميعا يا رب بيهم، اللهم امين يا رب العالمين. وحاولي كده بقى ايه تذكري ربنا طول ما انت شغالة. شغلي جنبك اذاعه القران الكريم، شغلي قران، يعني حاولي كده ايه واذكري ربنا على طول كده، وصلي على الرسول. طول ما انت شغاله كده هتلاقي الشغل معاكي خفيف، وما اقولكيش بقى هتلاقي نفسك عندك الطاقه كده بتزيد، والشغل بيخلص معاكي بسرعه من غير ما تحسي. فالحمد لله، ربنا يا رب يعيننا جميعا يا رب ويقوينا. انا طبعا هنا كنت خلاص اللي هو ايه لميت الغسيل، وقلت بقى هنشر برضو معاكي. طبعا الحمد لله زي ما قلت لكم، الغسالة الاوتوماتيك الحمد لله اتصلحت. فعايزة بصراحة اغسل على العادية زي ما كنت بغسل، بس عارفين الجو اليومين دول. بس قلت برضو ان شاء الله هشغلها، لان انا بصراحة مشغلة الاوتوماتيك او مصلحة الاوتوماتيك عشان اعصر عليها، يعني بحيث ان انا اغسل على العادية واعصر على الاوتوماتيك، فتبقى زي الفل مخلية الدنيا معايا نظيفة. وفي نفس الوقت الغسيل ما ياخدش معايا وقت كتير على الحبل، لان زي ما انتوا شايفين اليومين دول برضو الجو كده فيه تراب، والغسيل طبعا مش هينشف في البرد ده، وطبعا زي الصيف والغسيل كمان تقيل، فلازم يتعصر عصرة حلوة قوي. فبالنسبة لي لما اغسل على العادية واعصر على الاوتوماتيك، الدنيا معايا طبعا هتبقى ايه، يعني الدنيا رايقة معايا من الغسيل، لان انا بحب العادية طبعا زي ما انتوا عارفين، في ان هي بتخلي معايا يعني الشقة والدنيا كده نظيفة، بلم ملايات على الهدوم على كله بقى، غامق وفاتح وابيض وكله بقى. انما الاوتوماتيك عقبال ما اخلص الالوان وبعدين غامق، اخد حبة الابيض الاقي الالوان خلاص عمل حبة تاني، يعني اللي هو الغسيل ما بيخلصش، كلنا عارفين كده. يعني عارفين اللي هو الغسيل ده عامل زي المواعين بيتكاثر ذاتيا. فالحمد لله، ربنا يا رب يعيننا جميعا ويملى بيتنا كلنا خير يا رب وبركة كده وستر وصحة وراحة بال. انا بقى بعد ما خلاص خلصت كده لميت الغسيل ونشرت الغسيل اللي اتحط اللي كانت معايا في الاوتوماتيك. كنت طبعا اللي هي الملايات بتاعت الاطفال، بنتي كانت يا دوبك خلصت الامتحانات من هنا، وربنا يبارك لي فيها يا رب كده، خلت الاوضه عندهم بسم الله ما شاء الله. فكانت مغيرة بقى الملايات وكده، فقلت ايه احطهم واحط معاهم كده شوية ايه غسيل فاتح كده، بحيث ان ايه اخلص برضو منهم. لسه بقى عندي شنط المدرسة بقى عايزة اغسلها برضو كده، يعني حاولي تغسليهم دلوقتي كده وتشيليهم عشان يبقوا نضاف، تخلصي كده ايه تخش على تنظيفات رمضان. بعد منها المدارس، هتلاقي نفسك ما عندكيش اصلا، يعني خلاص غسله لهم الشنط اللبس بتاعهم، الدنيا تمام معاكي. فحاولي تروقي كده على نفسك بسرعه من غير ايه مجهود ولا تعب ولا كده. وطبعا كلنا خلاص كل سنه وانتم طيبين، هنبدا خلاص تنظيفات رمضان اللي هي العميقه قوي، بحيث ان في الاجازه الاولاد معانا يقدروا يساعدونا، وربنا يا رب يعيننا ويقوينا ويهديهم يا رب كده علينا، ويهدينا عليهم برضو يا رب، اللهم امين. هو خلصت بقى هنا برضو تطبيق الغسيل ودخلته، وقلت لبنتي برضو الكبيرة تدخل كده هدومهم برضو في يعني بحيث ان ايه الدنيا تبقى رايقة كده معايا، واخش انا بقى على المواعين على طول. دخلت بقى، انا عايزة اقول لكم كانت كمية مواعين في اليوم ده، لا انت خدي جرعة نشاط مني بصراحة وقومي كده خلصي اللي وراكي. كانت مواعين بجد ما شاء الله، يعني انتوا هتشوفوا معايا الحوض ده بس هيتملي كام مرة. بس الحمد لله يعني كل ده خير، وربنا يا رب يملى بيوتنا كلنا بالخير يا رب. فطبعا ايه قلت خلنا اقوم كده عشان ايه اتشجع واخلص، يعني يوم الخميس ده بصراحة وكان عندنا ميعاد دكتور،
فكان لازم اعمل كده. والنور اليوم ده قطع الصبح وطول جدا. فكنت عايزه اقول لكم بقى ايه، عايزه اخلص بقى كده عشان الصيام والاكل وميعاد الدكتور، فكان من كله. جه بقى حكايه قطع النور دي، اول ما النور جه انا قمت بسرعه. طبعا انا هنا بقى فاتحه الميه عشان المواعين دي تتنقع كده نقعه حلوه. واول ما خلاص كده والحوض بقى يعني ايه اتملى ميه شويه كده واتنقعوا كده شويه، خلاص بدات ايه ادعك وانا بقفل كده الحنفيه. انما في الاول عشان ما تقولوش ان انا فاتحه الحنفيه كده، لا انا بفتحها لما بتبقى الحوض مليان مواعين وعايزاها تبوش معايا كده عشان تساعدني في الدعك بتاع اللي هو يعني غسيل المواعين وكده، فتسهل معايا وتبقى الدنيا تمام. يعني ايه اجدعك كده ما تاخدش معايا دعك جامد ولا اقعد بقى انقع تاني، لا. وطبعا كلنا عارفين ان احنا دلوقتي شغالين بالمية السخنة والمية الدافية، فربنا يسترها يا رب كده معانا. وحاولي بقى كده دلوقتي خلاص، كل سنة وانت طيبة، رمضان قرب، تبدأي بقى كده في تنظيفات رمضان. يعني عندك ظرف كده مطبخ، عندك الحاجات دي خلاص حتى مش هتلحق تتكركب. يعني كل سنة وانتم طيبين. يعني النهاردة كده 28 رجب، اللي هو كانت ليلة الإسراء والمعراج امبارح. كل سنة وانتم طيبين. فحاولي كده على قد ما تقدري الحقي بقى نفسك، اللي هو ظرف مطبخ ما عملتيش اي حاجة في الشقة، تمام، الحقي نفسك، لسه قدامك وقت تعملي وتظبطي، بس اهم حاجة نظمي وقتك. يعني دلوقتي واقفة بتصبني او واقفة حاطة الاكل على النار، وهتخرجي تستني مثلا لما الايه الاكل يستوي او كده، واللي هو هفضل داخلة خارجة عليه. لا الحقي بقى نفسك، ممكن شويه لا تقعديهم بره، اقعدي كده مثلا، هاتي كرسي واقعدي كده وظبطي مثلا ضرفه في المطبخ. اعملي مثلا اللي هي الضرف اللي من تحت، الضرفه من الضرف اللي من فوق، مثلا في يوم همسك الضرف اللي من تحت واخلصهم. في يوم تاني خلاص هعمل الضرف اللي من فوق. يعني مش لازم تبهدلي وتنزلي في، يعني لو تفتكروا الاول كان لا لازم ننزل المطبخ كله ونكركب وناخد فيه اليوم كله ونبقى هلكانين، نفسك تتقفل ان انت تعملي حاجة تاني خالص. يعني بصي، مش عايز تعملي حاجة، انما لما هتلاقي نفسك خدي ضرفة واحدة، مش هقولك الضرف اللي من تحت مثلا كلهم في يوم، يعني خدي ضرفة واعمليها. والله انا عن نفسي الفترة اللي فاتت كنت بعمل كده، وانا بعمل في الاكل كده لقيت نفسي عملت ضرفتين. جبت التموين مثلا، رحت واخدة الضرفة بتاعت الزيت والسكر والحاجات دي، ورحت مغيرة المفرش بتاعهم. ولو ده المفرش بتاعك مثلا يتغسل اغسليه، بس انا رحت عامله غيرته كده، ورحت بحط مثلا شنطه كده تحت الزيت عشان ما يبهدلش المفرش معايا، وحطيت المكرونات في حته، السكر في حته، الزيت في حته، ونظمتها. بجد فعلا فرقت. يعني انا نفسي نفسيا فرقت معايا. انا كنت بصراحه نفسيا بقى يعني نفسيتي بتقفل كده ان انا افتح الضرفه حتى واجيب منها ازازه الزيت عشان اطبخ، لان هي طبيعي كده. وعلى فكرة انت بتحس بتغيير كده وجو كده تحسيه مختلف لما بتلاقي نفسك بتنضفي وتروقي وتلاقي الدنيا منظمة عندك، بتفرق معاكي. لان في الاول وفي الاخر هي دي في وشك. وتاني حاجة انت بتيجي تفتحيها، انت اللي بتستخدمي الحاجات دي. يعني انت بتيجي تفتحي الضرفة، انت اللي بتفتحيها، مش حد بيجي يفتحها لك او حد مثلا بيستخدمها غيرك. اه حتى لو عيالك دخلوا مثلا او جوزك او كده وجابوا حاجة من الضرفة، بس مش استخدامهم مش زيك، هيفتحوها مرة كل قد ايه. انما انت ايدك في الحاجة دي على طول. فحاولي تنظمي كده الدنيا بتاعتك كده، والحقي وقتك عشان رمضان. كل سنة وانت طيبة. عندك مثلا في يوم مثلا قدرتي وقلت خلينا نعمل فوق المطبخ كده على طول، حاولي تاخديه بسرعة كده وبنظام وترتيب. قبل ما تكوني مثلا طالعة تعملي تنظفي فوق المطبخ، تبقي جايبة مثلا مفرشك، تبقي جايبة الحاجة بتاعتك اللي هو هتنضفي بيها. عايزة بتحطي حاجتك في شنط مثلا عشان الدهون وكده، تلحقي نفسك مثلا ان انتي تبقي منظمة حاجتك وكده. اللي هو هطلع هشيل وهحط وهلمع وبتاع في ثانية الا ثانية، من غير ما تبهدلي نفسك وتقفي وبهدلة، لا. رتبي نفسك ونظمي حياتك، هتلاقي نفسك ارتحتي. بصوا بقى، انا هنا بقى كانت كمية المواعين اديكم شفتوا معايا الحوض اتملى كام مرة، بس الحمد لله خلصت كده. ايه كل شوية اخلص حاجة وارجع يعني ايه املى تاني الحوض واخلص كده، احاول اخلص الدنيا كده معايا. طبعا انتوا عارفين ان انا بحب الطاسة دي جدا، يعني عن اللي هي التيفال اللي عندي، لا يعني ما تقوليش اي حاجة. بصوا بمسك عليها بالسلكة انا دي بصراحة، وبخاف عليها جدا، لازم ادعكها دعكة حلوة كده عشان ما تمناش معايا دهون. لان انا بصراحة الطاسة دي
كان نفسي فيها فبخاف عليها قوي، يعني غويطة كده معايا وحلوة وما شاء الله، عارفين بقى اللي هي بايد بقى وبتسهل. فهنا بقى انا عملت ايه، اديتها دعكة الاول بالسيكة اللي هي بالليفة اللي هي الاستانلس، وبعد كده قلت هدعكها بقى ايه بالليفة اللي هي اللي معايا دي، اللي هي الاسبونشة اللي هي عاملة زي كأنها سلكة كده. بصوا بتنضف والله العظيم، نضفت احلى كمان من الليفة الخشنة قوي دي اللي هي السلكة الخشنة اللي هي الستانلس دي. نضفت معايا الدهون، بصوا هتشوفوا معايا بتنضف ازاي. يعني الاسبونشة دي لو لقيتيها في اي حتة بجد استخدميها هتغنيكي. انا مبقتش بجيب سلك خالص، يعني الستانلس دي كمان عندي بقالها كتير، وقلت هجيب اللي هي السلك التاني اللي هو العادي ده اللي هو بيتباع اللي هو السايب ده، بس بصراحة ما بقتش بجيبه. يعني حتى كل ما اقول ايه هجيبه برضو واشيله كده احتياطي ممكن احتاجه، لا بصراحة دي بجيبها على طول كده، اللي هي كيس فيها 2 بستخدمها على طول، بصراحة حلوة جدا. فالحمد لله يعني قلت ايه زي الفل كده معايا. بصوا ما شاء الله خليتها بصوا زي القشطة، ومع ذلك برضو من خوفي عليها وعايزاها تفضل تلمع. وكنت عاملة فيها اليوم دون كنت هعمل شاورما، فقلت برضو هعملها فيها، ورجعت قلت لا، رحت ايه عاملاها في حلة صغيرة كده وخلاص. فبص بقى هنا الدنيا معايا كل شوية ايه امسح كده والمع كده على طول، بحيث احس ان الدنيا نظيفة معايا. والحلة اللي هي على البوتاجاز دي كانت اللي هي بتاعة القوطة، لو تفتكروا الفيديو اللي انا كنت منزله لكم المرة اللي فاتت، كان اللي هي كان اللي بتاعة الكبة، لما عرضت معاكم الكبة. بصراحة هي الكبة الله اكبر اللهم بارك حلوة جدا. يعني كانت ما شاء الله. هقول لكم الفيديو ما عملش مشاهدات قوي، بس هو بصراحة فعلا انا ما كنتش هعملها معاكم عادي، يعني كنت قلت ايه كبة وعادي وكده، بس بصراحة قلت لا لازم انصح اي حد لو نفسه في كبة قبل رمضان. هي حلوة جدا، بس مشكلتها لما عورتني كده، لان هي فعلا سكنتها حامية جدا. هنا بقى انا كنت عملت ايه، صفيت ضربت القوطة وصفيتها مع نفسي، ورحت بقى قلت ايه اخد بقى المواعين معايا بالمرة، انا عايزة بقى المطبخ يروق معايا ويبقى زي الفل كده. ودعكت بقى الحاجة كده بالمرة الشفشق والحلة، وبصوا هخش على البوتاجاز. يعني انا بقول لكم النهاردة الفيديو يعني جرعة نشاط حلوة جدا. فقومي كده انجزي وخلصي اللي وراكي. انا بحب بصراحة قبل لو ورايا مشوار قبل ما انزل اكون مروقة الدنيا ومظبطة كل حاجتي. ولو في مواعين مصبناها احب اجي من بره تبقى الدنيا رايقة. يعني معرفش ليه بصراحة انا احب كده. وعودي نفسك على كده والله هترتاحي جدا، هتلاقي نفسك كده ايه مرتاحة. جاية مثلا من بره بقى لو تعبانة او مش قادرة، انتي مرتاحة اليوم دون وما عندكيش حاجة تعمليها، اكلك موجود، مواعينك متصبنة. حتى لو هترجعي تعملي اكل حاولي تجهزيه قبل ما تنزلي، بحيث ان الدنيا معاكي برضو تبقى نظيفة وتمام. يعني ايه وتبقى سهلة معاكي انك انت ايه هتطبخي على طول بسرعة. ودي بقى بصراحة برضو ميزة التفريزات. زي ما قلت لكم بصراحة التفريزات حلوة قوي في الحاجات دي. انت ممكن لو عندك سلقة حبة فاصوليا، مخزنة فاصوليا والقوطة والبصل، انت بتطلعي على طول عملت خضار جنب حبة رز وسلطة بألف هنا والشفا الحمد لله. متبلة فراخ وهتعملي جنبيهم كمان حبة فراخ، فانت كده تمام يعني 10 على 10، وسهلت على نفسك الدنيا كلها. بص بقى البوتاجاز هنا كان منظره يعني رهيب. مسكت كده برضو شلت الحوامل والعيون وكله، قلت ايه كنت بصراحة ما كنتش هعمل العيون بقى، وقلت خلاص ومستعجلة قلت لا يعني ايه لو كسلت عليه منظره هيبقى اصعب. فالحاجات دي بصراحة ما تكسليش عليها، وحاولي كده ايه تظبطي دنيتك. انا بصوا هنا بعمل وخايفة بخاف جدا من اللي هي الحتة اللي هي بتبقى طالعة دي بتاعت الاشعال الذاتي، لان كذا مرة اتعور فيها. يعني بصراحة كذا مرة يعني ايدي تتعور جامد، اللي هي تتفتح كده، فبخاف منها جدا. فخلي بالك كده وانت بتصبني. والحمد لله بصوا بقى معايا في ثواني زي الفل. ودعكت بقى مع نفس العيون والحامل وكده. واول ما هينشف كده بصوا هقوم حاطه العيون على طول ورصاها، وبقت معايا الدنيا ما اقولكمش زي الفل كده في وقت قصير جدا. وطبعا زي ما انتوا عارفين حتى لو عندي العيون مبلولة كده شوية بولع العين مفيش دقيقتين واطفيها بتبقى خلاص نشفت معايا، عشان بس ما تصديش معاكي. خلي بالك من الحتة دي، يعني نحافظ على حاجتنا لان الحاجات دي بقت غالية جدا دلوقتي وصعب علينا. فالحمد لله ربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.